مش لازم تدفع فلوس كتير قوي عشان تستمتع. الاستمتاع ممكن يجي باقل حاجه. في الازهر بارك انا كل يوم بعدي من هناك، بس ما كنتش عارف ان انا ممكن اقعد افصل لمده ساعه ساعتين. بحيره لذيذه قوي بتاعت الاسماك، ظهري القلعه، حواليا كله خضره ونخل. مفيش اجمل ولا احلى من المكان اللي انا فيه ده حرفيا. في صلاح سالم تذكره كلها بكام؟ تذكره كلها ب 40 50 جنيه. 50 جنيه ده يوم الجمعه بس، والباركينج اول ساعه ب 20، وكل ساعه ب 15 جنيه. المكان تحفه. وعلى فكره كوبايه القهوه دي ب 35 جنيه، وكوبايه الشاي ب 15 جنيه. الاسعار في متناول الجميع، والكريب ب 60 70 جنيه. يعني الدنيا جميله، يعني الدنيا مش غاليه خالص. متع نفسك، ولو معاك ولادك ربنا يكرمهم جيبهم هنا هيستمتعوا قوي وهيقطعوا نفسهم. اول ما تخش تلاقي خريطه على الشمال. الشباب دي برضو متسوحه. فاهمين حاجه من خريطه الرجاله ولا؟ احنا هنا رقم واحد، احنا واحد، انا نمبر 1. نمبر 1. طب حلو جدا. طب والباقي ده ايه؟ هو حاجات خضرا وخلاص. احنا هنستكشف بقى دلوقتي. نخش انتوا وخلاص؟ لا هم كاتبين اهو. انت عايز تروح فين؟ هو انا ما اعرفش، انا زيك. عايز نروح حته فاضيه. لا انا معايا مية زياده. مايوه زياده. طب حلو جدا. بس واحد بس يعني فاهم. كلنا هنلبس مع بعض ولا ايه؟ مكان الراجل بيتصور في مكان تحفه. ماشي. قلت تاخد الكادر بتاعه من خلالها. ماشي. بص كده يا عيني. شوف الراجل ده اللي بيصور ده كمان. ايوه هو بيصورني انا. بتاعت الحبايب دي والله. ده المنظر اللي قدامي يا جماعه. ايه الجمال ده؟ لا الازهر. اوب نزوم بقى، نزوم يا جمال. ايه ده؟ هنقعد بقى نتمشى كده كتير. ها الحته فيها سيشن. ايه ده؟ ايه ده يا جماعه؟ اللي في ظهري ده اسمها المصراويه. اسعارها 100 كوبايه قهوه 35. نتكلم مثلا كوبايه شاي ب 15. كريب 60 70 جنيه. اسعار ولا مبالغ فيها ولا حاجه. اللي انت هتاكله بره واللي انت هتصرفه بره ممكن تصرفه هنا عادي جدا. لا مش مبالغين فيها خالص خالص خالص. حلو قوي. الناس بتدي سيشن اهو. كلها هنا مطالع. اللي عنده صحه يشد حيله شويه، بس كل ما تطلع فوق كل ما المنظر الفيو يبقى احلى بكتير. وانا ده اللي متوقعه. انا شايفه دلوقتي وادي اهو البرج. هو فين البرج؟ اهو البرج. حلو قوي ان الولاد مستمتعين هنا. حلو جدا. يعني الولاد هنا بيطلعوا فيهم طاقتهم. والاب والام ممكن ينتخوا هنا شويه ولا حاجه عقبال ما العيال تتشاقى. بس الموضوع لذيذ، الموضوع لذيذ جدا. والعيال معاه سكوتر ولا حاجه لا هيتقطع نفسهم ونفس اللي خلفوهم. والله مواطن عادي بتمشى وعجبني المكان ده. سلام.